هو ايه اللي بيحصل في جسمنا خلال ساعات الصيام؟ يلا نشوف. الدم بيتخلص من الكوليسترول، والرئة بتطلق السموم اللي حواليها وبتنظف نفسها. الكلى بتظبط مستوى المياه في جسمنا وبتقلل من السوائل اللي بنتخلص منها علشان ما يحصلناش جفاف. المعدة والأمعاء بتقل حركتهم وبيبدأوا ينظفوا نفسهم ويستريحوا من اللي انت بتعمله فيهم طول اليوم. وبعد 8 ساعات تقريبا من آخر وجبة أكلتها قبل الصيام هتكون الأمعاء خلصت عملية امتصاص العناصر الغذائية من الحاجات اللي انت أكلتها علشان تاخد طاقة. خلاص الطاقة خلصت، مفيش طاقة، يجي هنا بقى دور الكبد وكمان العضلات في ان هم يدونا طاقة من الجلوكوز اللي متخزن فيهم. خلاص خلصت الطاقة تاني برضو هنبدأ بقى هنا عملية حرق الدهون عشان نقدر نوفر طاقة لحضرتك. ودي تقريبا أجمل حاجة حصلت لغاية دلوقتي. بس الحاجات دي كلها مش هتحصل إلا لو ظبطنا أكلنا وما قعدناش نعك زي كل مرة. والحاجات دي كلها حاجة بسيطة خالص من فوائد الصيام علينا.